أحلى سلام غاليتي الزينات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير حبيبة قلبي. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة بنينة سهلة اقتصادية اللي هي بوسو ولا تمسو. أنا ما كي درتها كامل، أنا بدلت لها الاسم، سميتها شوفوا ولا تمسوا، خاطر تدوب في الفم وتدوب في اليد قبل الفم والله العظيم. شوفوا دوك نقسم لكم قدامكم وتشوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله. على بالي بلي طولت عليكم شويه، خاطر صح درت شويه قاطو. القاطو اللي درتو انايا راهو كامل في القناه، كاين بزاف اللي بعثوا لي القاطو خديجه. انا راني درت لكم الجلاك العريان، بقلاوه، مسكر، كل حاجه لي صابلي، كل حاجه راهي ناجحه الحمد لله في القناه. شوفوا لي حبه الوصفات. شوف بون بوسوا تمسوا هذايا كيما راكم تشوفوا يدوب في الفم. اول مره راني حطيته لكم في القناه. هنايا انا مداريه معتمده بزاف بالوصفه هذه. شوف والله العظيم غير يدوب وفيه بزاف ريحه القارص وما نحكي لكمش ما شاء الله والله. شوفوا ما مزاز طب يبان لكم، شوفوا في الحبه راهي تبان الزاز تاع القارص. بنين وريحته تعبق والله العظيم صدقوني. غير بنتي خرجت عاود دخلت راحت شريته وجات قالت لي يا ماما ريحته راهي تعبق في الدروج. بلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله. واش عندي 250 غرام تاع مارغرين، زوج صفر بيض، عندي الباتور تاعي نضربوهم مليح بالباتور. واش نزيدو؟ عندنا سكر كلاص، ما تعرفوا الزبده مع السكر، والزبدة لازم تكون على في حرارة الغرفة، حرارة المطبخ. درت 4 مغارف تاع سكر كلاص، زوج صفر بيض، 250 غرام زبدة، نضربوهم مليح بالباتور حتى تولينا هكا كي الكريمة. واش نزيدو لها؟ عندي هنا 4 مغارف تاع لوز ملحين مليح بودرة. دوك اللي عندها كاوكاو واللي عندها نواه كوكو، وش حبيتي جوز الهند طبعا، وش حبيتي حبيبتي تقدري ديري، ولا ما عندكش هادو كامل ما ديريش. انا درت المغرفه كبيره تاع الزاز تاع القارص. وش عندي تاني؟ عندي 6 مغارف تاع جو عصير الليمون، عصير تاع القارص. يحب الزاز ويحب الجو يمد له نكهه ما شاء الله. نزيدو نخلطهم مليح. قلت لكم كاين بزاف وصفات تاع الكاطو راني درتهم في القناه، اللي تحب تعتمد عليهم وناجحين. واش عندي لهنا؟ عندي لا مايزينا النشا، ست مغارف تاع نشا، 6 ملاعق نشا. ونزيدو نخلطو. وعندي من نص تاع شكارة تاع خميرة الحلوى اللي هي نص ملعقة صغيرة تاع القهوة، 5 غرام، ونخلطهم مليح. شوفوا كيفاش ولات لي الكريمة، ولات كريمة. واش نزيدو لها؟ نزيدو لها 4 ملاعق تاع الزيت، 4 ملاعق زيت اللي هي 4 كاس تاع الماء تاع زيت عادي. مغرفة كبيرة تاع لافاني، عطر الفانيليا، ونضربو مليح. هذا ما كان حاجة خفيفة ظريفة، حاجة سهلة. قلتلكم اللي ما عندهاش اللوز، ما عندهاش كاوكاو، ما عندهاش جوز الهند، تقدر دير واش عندك حبيبتي، ولا ما عندكش تاني تقدر تجي تاني هكاك. ولات لي كريمه دوكي، ولات لنا هكذايا. شوفوا نبداو نديرو في الفرينه تاعنا، ريحتها ما شاء الله.
دوك نستعملو يدينا ونبداو نلمو بالفارينة حتى تلم لنا تولي لنا عجينة متماسكة، عجينة شادة روحها. شوفوها كيفاش ولات العجينة. تقدري ديريها حربوش ولا ديريها مدورين ولا واش حبيتي. دونك انايا استفتهم درتهم كيما راكم تشوفوا مدورين واستفتهم في السنيوه تاعي هكذايا. دوك انتي حبيبتي واش راكي حابه تشكليهم، لا عندك كشمول ولا تشكليهم. انا درتهم هكذايا وطبستهم شويه كيما راكم تشوفوا. تقدروا ديروهم حربوش، كاين بزاف اللي يديرهم حربوش. واش نروحو نوجدو دوكا؟ عندي شربات بلا ما تخسري بزاف. الا درتي كونتيتي هاديه تقدري ديري انا نص كاس سكر عادي مع كاس ما، ولا عندك كميه كبيره ديري كاس سكر 2 كيسان ما. انا باش ما تقعدليش بزاف شربات ما قعدتليش على كل حال، قعدت شويه سي نورمال في الكاسرونه مع طرونش تاع قارص. هذا ما كان نخلوها تغلي 10 دقائق ونطفو عليها. دوك انا طابت لي الحلوى تاعي. شوفوا كيفاش طابت لي مليحه حميمه هايله والله. غير تذوب في الفم وتكسروا لي 2 حبات. انا هديه خرجت لي 48 حبه، هاد الكميه خرجت 48 حبه. كي طابت لي الشربات انا زدت عصرت عليها نص حبه قارص. نبداو نشربوا في الحلوى تاعنا. نشربوا بشويه ونديروهم في سكر كلاص، سكر ناعم. انا غربلته طبعا باش ما يجيش فيه هذوك الحبيبات، راه مغربل غير حاجه خفيفه ماشي تسكريه كيما المقروط اللوز. لا لا حبيبتي، شوفي كيفاش انا درت كل 3 حبات نديرهم ونحيهم. غير هكا برك. قلت لكم ما خليتش يلصق مليح فيه السكر باش ما تجيناش طبقه خشينه تاع السكر. قلت لكم ماشي كيما السكر ماشي كيما مقروط اللوز عفوا، تجي حاجه خفيفه برك من الفوق. ونمسحها مليح. شوفوا كيفاش انا مسحتها. غير هكذا برك. شوفوها ما شاء الله. هاوليك التسكر تاعها كيفاش يجي. ومن بعد جبت الصفايه تاعي ودرت فيها السكر الناعم وبديت ندردر من الفوق. غير هكا. قلت لكم يجي فيها السكر بزاف. بنا ما شاء الله. قلت لكم هذا بوس ولا تمسوه يحبلو القارص. عفوا. حتى تكمليهم. قلت لكم انا خرجت لي كميه تاع 48 حبه. الله يبارك فيها 100 مباركه ما شاء الله. شوفوا كيفاش خرجت الحبه. هاي ليك ما شاء الله. وهذه هي وهذا هو البوس. قلت لكم شوفوا ولا تمسوه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر ووصفه واحده اخرى. سلام.